السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة متمتعين. تعالَ هنعملها بطريقة زمان، بطريقة أمهاتنا. والله العظيم بجد تحفة، يعني طريقة حلوة وطريقة طبعًا يعني ما فيش أحسن من كده، وكل ما نرجع للزمان بنقول يا ريت يرجع الزمان. فعلًا يعني أمهاتنا ما فيش صراحة يعني أحلى من إيدهم وأحلى من عمايلهم. يالّا طبعًا طريقة المكرونة دي النهارده على طريقة أمي الله يرحمها، فأنا هاعملها بطريقتها بإذن الله، كانت تعملها باللحمة بس أنا هاعملها بالفراخ. معايا كده الأول نسمي ونصلي على الرسول، وبعد كده تعالَ نبتدي الطريقة بتاعتنا زي ما أنتم شايفين. معايا يعتبر يعني ربعين فراخ، يعني ربعين صدر فرخة زي ما أنتم شايفينهم، يعني يعتبر قولي نُص الصدر فرخة. طبعًا نُص صدر الفرخة ده هنعمله، ومعانا كيلو من المكرونة حطيناها مَيّة مغلية، وبعد كده حطينا للمَيّة ملح، وحطينا معلقتين زيت، وسِبنا المكرونة تغلي وتاخد وتدّي مع نفسيها. وبعد كده حطينا الطاسة دي عليها معلقتين من السمنة، هانزل عليها بالفراخ. فأنا هدّيت النار بس علشان وأنا بانزل الفراخ ما يطرطش كده في وشي، وهاقلّب الفراخ وادّيه تقليبة كده في السمنة بتاعتنا. وبعد كده هاتبّله بالملح والفلفل الأسود. بعد ما هنتبّل بالفلفل والملح الأسود هنصبر عليه كده لمدة ربع ساعة لحد ما يتحمّر وياخد لون جميل. التركاية دي بتفرق في الطعم بتاع الفراخ، وبتفرق فعلًا بتدّينا طعم حلو خالص وjuicy خالص. هنقلّب كده الفراخ معانا وهنسيبه، يعني هنسيبه لحد ما يحمّر ويستوي كويس. ليه؟ الصراحة بيخلّي الفراخ وأنتِ بتاكليه بيبقى ليه طعم كده، بيبقى ليه يعني طعمه juicy كده وحلو خالص ومستوي. ولو صبرت عليه برضه بتدّيه لون، يعني زي ما يكون محمِر. بعد ما يستوي حمّريه، وبعد كده لازم تنزلي عليه بالبصلة بتاعتنا. يعني أنا كده قلّبته، هتبُصّي عليه في الآخر هتحسّيه إن هو محمّر، يعني طاب واستوى وبعد كده اتحمّر معانا الفراخ. فأثناء التقليب بتاع البصل والفراخ هتحسي إن الفراخ يعني استوى خالص، واداكِ طعم يعني حلو خالص. كده أنا متبلة معايا الفراخ بالملح والفلفل الأسود فقط لا غير. ما يعني لسه ما حطيتش أي نكهات. تعالَ نحط معلقتين سمنة، عليهم نُص معلقة ملح، ونحط نحط 3 معالق من الدقيق. هنقلب الدقيق بتاعنا على السمنة بتاعتنا والملح. وتعالي بقى نعمل أحلى بشاميل بتاعنا. هنجيب نص كيلو من اللبن، وهزيده نص برضو من المية. لو معاكي كيلو كامل حطي الكيلو كامل وانت مغمضة عينك. ننزل باللبن كده ونبتدي نخلص البشاميل بتاعنا. طيب بعد ما هنخلّص البشاميل في تركاية، هي أهم تركاية هنحطها في البشاميل بتاعنا. استني بس، بعد ما هنخلّص البشاميل هاحط حاجة كده تحفة. كده خلّصنا الفراخ بتاعنا بالبصل وفلفل، ولو عندِك فلفل ألوان حطّي، وكده خلّصناها. نركنها على جنب وتعالي نشوف البشاميل. حطينا كده شوية بشاميل في الصينية بتاعتنا اللي هنصُب فيها المكرونة بتاعتنا. لو ما حطيتيش لايك لحد الآن يا ريت، يا ريت فضلًا وليس أمرًا حُطّي لنا لايك واشتراك في القناة، وتفعيلكم مهم جدًا بالنسبة لي، لإنه برضه عايزين نكبر ونرفع كده مع بعض القناة بتاعتنا. حطينا المكرونة والبشاميل مع بعض، وتعالي هنحط هنعمل برضه تركاية حلوة خالص بتفرق معاكِ في البشاميل وبتفرق معاكِ في طعم المكرونة والله فعلًا يعني. هنحط معانا على البشاميل هنحط واحدة بيضة. بيضة هتحطي على البشاميل بيضة. أيوه هاحط على البشاميل بيضة. فعلًا بتفرق في طعمها وبتفرق في النكهة بتاعتها، وصراحة بتدّيكِ طعم جميل. زي ما أنتِ بتضيفي عليها ال ال بتضيفي على المكرونة بتضيفي لها جبن، فأنتِ لو ضفتِ برضه البيضة دي هتدّي معاكِ طعم حلو يعني طعم، وبيخلّيها طعمها فعلًا حلو وزي اللي برّه. يعني إحنا لو اشترينا الطاجن اللي برّه بنشتريه بيكون عليه طبقة من فوق، طبقة كده تحسّيها جبن، وتحسّيها فيها بيض، وتحسّيها فيها mix فعلًا من أي حاجة. فأنا هاحط بيضة وعليها شوية فلفل أسود، وهانزل عليها فين؟ في البشاميل بتاعنا.
هتفرق معاكِ في طعم البشاميل فعلًا، هتحطيها وهتدعي لي، وفعلًا هتبقى معاكِ طعمها حلو. كمان في الفترة دي لو معاكِ شوية مثلًا جبن، ميكس جبن، شيدر مثلًا رومي، يعني بُصّي موتزاريلا، أي حاجة هتحطيها في الفترة دي حطيها، برضه بيدّي إيه، طبعًا طعم أحلى وأجمل للمكرونة بتاعتِك. هنضيف كده إيه، البيضة على البشاميل بتاعنا، ضيفيها وأنتِ مغمضة عينِك هتدّيكِ اللون التحفة اللي أنتِ شُفتيه في البداية. فأنا باقول لِك برضه لو في إضافات جبن حطيها في إيه، حطيها بعد إيه، بعد البشاميل. يعني تصُبّي البشاميل وتغطّيه وبعد كده تحُطّي الجبن من فوق، بس بعد إيه، بعد المكرونة ما تحطّيها 10 دقايق في الفرن، وبعد كده تطلّعيها قبل ما تستوي وتحُطّي عليها المكرونة عشان إيه، تحُطّي عليها الجبن علشان إيه، علشان ما إيه، ما يعني الجبن ما تتحرقش منِّك، لإنها مش بتاخُد إيه، يعني نار كتيرة، يا دوب كده تسيح وبتدّي لون. بس أنا ما حطّيتهاش مودّية إيه، علشان إيه، أنا معتمدة اعتماد الكلّي على إيه، على البشاميل بتاعي اللي هو إيه، بالبيض، بيحمَر وبيدّيني اللون التحفة اللي أنتم شُفتوه في البداية. فعلًا طعم